ازيكم؟ ما تيجي اعرفك ايه المنتجات الجديده الموجوده في السوق اللي تخص الحمامات. مبدئيا كده انا عامل فيديو بتكلم فيه عن اساسيات تصميم الحمامات وخطوات التشطيب بالترتيب. هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن وكمان في الاي اللي ظهرت دلوقتي. بدون اي مقدمات كتير، يلا نبدا بالانترو. تعالى نتكلم عن اول حاجه وهي القعده. الشكل الاعتيادي اللي احنا نعرفه هو القعده الافرنجي، دي بدات تقل تدريجيا من السوق، بقينا نعمل قعده معلقه. خزان المايه بتاع القعده دي بيكون مدفون في الحيطه، الخزان بيركب مع اعمال المباني وبيتقفل حواليه، وبعد كده بخلص التشطيب خالص بالسيراميك وبعمل بعد كده القعده المعلقه بركبها في المكان المخصص بتاعها. كنت عامل فيديو بتكلم فيه عن الفرق بين القعده المعلقه والقعده العاديه، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن وكمان في الاي اللي ظهرت دلوقتي، هتفهم يعني ايه قعده معلقه بالظبط. وعند الشكل التاني المنتشر برضو قاعده معلقه بس الخزان الميه بتاعها بيكون ظاهر على وش السيراميك، ده ميكس كده بيكون ما بين القاعده المعلقه والقاعده الافرنجي. تعالى بعد كده نتكلم عن الحوض. زمان كنا بنعمل حوض العمود او الركبه او الحوض المنفصل بالشكل ده. الاشكال دي برضو بدات تقل في السوق، ما بقاش الطلب عليها زي زمان. دلوقتي بقى فيه حوض منفصل برضو بس باشكال جديده وعصريه واحسن بكتير من زمان. وطبعا كل شركه انتاج ولها اشكالها ومقاساتها، وكمان ممكن اجيب حوض منفصل واعمل انا وحده التخزين تحت الحوض ده. الشكل التاني المنتشر برضه هو الحوض اللي يكون وحده كامله، وده بيجي على التركيبه على طول، وبيكون الحوض بتاعه يا اما غاطس في الوحده او على وش الوحده. طبعا عندنا الحوض الرخام ما ننساهوش. نيجي بعد كده للمرايات. المرايات طبعا اتغيرت عن زمان خالص. الاشكال بقى اللي كان فيها ورده وشجره ولون احمر وحاجه طالعه وحاجه نازله، الحاجات دي طبعا خلاص راحت عليها. دلوقتي بقت المرايه عباره عن وحده وبيجي وراها كمان اضاءه مخفيه، وممكن اعمل وحده تخزين والضلفه بتاعتها تبقى مرايه. ممكن اشتري مرايه يكون فيها زرار واشغل منه الاضاءه على طول. تعالى بعد كده نتكلم عن الدش. كان الاول وحده الدش كلها بتركب على الحيطه، دلوقتي انا ممكن اعمله دفن واللي يظهر عندي بس هو التحكم في الميه والطاسه. والطاسه دي انا ممكن اعملها لا اما في السقف او في الحيطه. وحتى الوحدات اللي كانت بتركب على الحيطه دلوقتي بقت احسن وشيك عن زمان، بيكون الموضوع فخم كده ومتروق عليك. ودلوقتي كمان بيبقى في مخارج اضافيه بتكون عند نص الجسم علشان الميه تكون متوزعه على الجسم كله. عندنا بعد كده البانيو، مفيش اي تغيرات كتيره ولا هو ولا الجاكوزي، هو بس في اشكال جديده، وطبعا ده على حسب كل شركه تصنيع. اللي زايد اول فتره دي وهي الكابينه اللي بتتعمل حوالين الشاور، بتبقى متقفله ازاز او اكريليك وبيكون منها اشكال كتيره، والارتفاع بتاعها بيكون للسقف وفيه بيكون على 180 سم. انا شايف الاحسن بيكون على 180 سم او 2 متر علشان التنفس. وطبعا في كابينه شاور جاهزه بتيجي تركب على طول، وطبعا اشكالها ومقاساتها على حسب كل شركه انتاج. عندنا برضو االاكسسوارات في الحمام بقت حوار، في اشكال ومنتجات والوان كتيره جدا موجوده في السوق. ده كده يكون محتوى النهارده. لو لسه عملت سبسكرايب اعمل سبسكرايب عشان تشوف الجديد، ولو حابب تستفسر عن اي حاجه اسالني في الكومنتات تحت، ولو حابب تعرف معلومات اكتر ادخل على القناه واتفرج على سلسله تشطيب شقتك. انا عماد علي، انتيريور ديزاينر، وجاي هنا علشان افيدك. سلام.